يومين مسكينه دابا راه مريضه ومريضه بزاف، صبحت سخونه كتحرق، ودابا ان شاء الله غنديها الفطور. شفت لي هادو باين معكم راه صبحت مريضه. عيدكم مبارك. انا كنتسنى ديك الكبده بالفرح الصبر عرفتي. وواحد الحاجه اللوز وعصفر صبر العصير باللوز والحليب. جاهل وحمل على اللوز والحليب، عصير باللوز والحليب. متفق معي قول لي تعالى والله يشافيك الله يشافيك. الله يشافيك باش يشافي جميع المسلمين. شربت القرعه باش نقدر نصدع. فهمتي؟ باش نقدر نصدع عاوتاني يديروا عليها فيديوهات. شربت القرعه. اجي معايا اجي معايا اجي حبيبتي. متابعين الكرام انت يا حبيبتي نساليو على الفيديو ما نقدرش نوقف غادي نمشي نتكل هنايا بين ما يجي الوقت الفطور وغادي نسخنو صافي كلشي واجد مع المسؤولين. شتي البارح لو كان ما خدمتش لو كان غرقت اليوم. اي حاجه تسهل كانوا في راسكم. السلام عليكم. بغات تطلق مرحبا الا بغات تطلق نتفاهموا على اي حاجه، بغات تبقى ها هي تبقى شنو بغات نديروا معاها اللي بغات. انا ولادي ما كنبينهمش، يعني ما عنديش ماشي على اساس انني على المدخول ولا انا كنبغي نبينهم، يعني كتجيني انا كيفاش كنفكر فيها انا كيفاش كنشوفها انا كتجيني تكبيره لهم بحال اللي كنكبر بهم. مع العلم حنا اسره مغربيه، يعني كنبغي نكبر بولادي، كنبغي راسك داكشي اللي تقول لي سير عاود مخك، يا تقول لي ممنوع ولا لا ولا ما سميتش سير عاودها لمخك كاع ما تشوفش هذا الفيديو كاع، ما عندي ما ندير بك ولا بالراي ديالك. انا ما شغلكش فيا انا نهائيا نبين ولادي ولا ما نبينهمش واش نعريهم ولا ما شغلكش. كيفاش سولت لكم نفسكم تخليو مرأة كدير فيكم هذه الحاله هذه محرشاكم، يعني بمعنى انها دافعاكم اتجاه ديالي انا، حيت علاش؟ الشرط الاساسي من هذا الشيء كامل وهو انني نتخلى على لبنى ونطلق لبنى. علاش؟ المراه باش انا تضغط عليا باش نطلق هذه المراه هذه دايره في يديها جمعيات ودايره في يديها عصابات باش من اجل تصفيه الحسابات اللي هو الحساب ديال الزواج. مع ما نطلق لك المراه واخا نمشي للحبس 10 مرات، واخا ندخل للحبس 20 مره، نبقى ندخل ونخرج وانا مجوج بها، ونعاود نولي ندخل ونعاود نولي نخرج ونبقى مجوج بها، وعاود نولي نخرج ونولي ندخل ونولي نخرج ونبقى مجوج بها، ما غنطلقهاش. حيت ودابا عندي معاها البنيته والله اعلم وقيل الله اعلم، ربما راه حامله، راه ظهروا عليها شي علامات ديال الحمل، الله اعلم داكشي ديال العيالات، انا مازال ما تاكدناش من داكشي. الدليل اللي غنعطيكم اسيدي وهو فاش خرجت من الحبس، ملي خرجت واش النهار الاول ولا النهار الثاني، المهم ذاك الايام ما كاملاش 3 ايام ولا يومين باش خرجت، كتحط هي فيديو راه كاين، راه عندي في التليفون هذا اللي كنصور به، راه كاين هنا موجود وكاين حتى في السوشيال ميديا. حتى فيديو هي واحد السيده معها ما كنعرفهاش انا شكون داك السيده، الله اعلم ما كنعرفهاش وما عمرني عرفتها. المهم على اي حال هي وداك السيده كيغنيو عليا انا، يعني كتغني عليا وكتقول شي كلام معسول وكتقول بان فرحات ملي شافتني عم نقص وليداتي، ايوا اييه تا هما مساكن تفاجئوا عامين ما شافوهش كذا، ايوا بطبيعه الحال ايوا رباهم ايوا رباهم هذاك. يعني هذا كيدل على ان السيده كانت كتعتقد انني غادي نخرج وغادي نتصل بها وغادي نتلاقى بها، وربما يعني غيكون حسب الاعتقاد اللي كتعتقد هي غيكون صلح. واخا ركزوا معايا الله يجازيكم بخير. علاش؟ باش تكونوا حقانيين، باش الانسان يكون يمشي مع الحق. هذا اعتقاد كان عندها هي، هذا الاعتقاد هذا كتقول ربما ملي غادي يخرج، حيت كتعرفني انا واحد الانسان حنين متسامح متساهل، راه 20 عام ديال العشره راه ما هيش سهله، هكا هي كتعرفني انايا. واخا من بعد ما كملناش 20 يوم السيده حست بانني صافي ما بقاش عندي بها اهميه نهائيا. منين تاكدت وخرجت انا في واحد الضيف كنقول لها بنت الناس ما بيني وبينك والو، ما تعاودي لا تجديني ولا نجبدك، صافي تاكدت بانني ما عنديش بها غرض، صافي وانا فجاه صبحت مجرم، لا غدا صبحت مجرم وعندي الاتجاه في البشر وخصني نمشي للمحكمه وشكايات والامور هذه. صافي ديك السيده هذيك خصها تامن بهذا الوضع اللي كاين دابا وتقبلوا. بغات تطلق مرحبا الا بغات تطلق نتفاهموا على اي حاجه، بغات تبقى ها هي تبقى شنو بغات نديروا معاها اللي بغات.